اعملي شبه البنت المسلمة ديت واقري الكتاب بتاعك، واقري الكلمات اللي المسلمين بيستنكروها وبيعيبولك عليها واللي سمعتيها على النت، وقريها على الناس العادية اللي ما سمعتش الكلام دوت ولا قرت في الكتاب المقدس ولا تعرف فيه حاجة. يمكن الكلام يأثر فيهم وحد فيهم يؤمن، حد فيهم يؤمن بيسوع، وتبقي كده خلصتي نفس من النفوس وعرفتيها طريق يسوع، وتروح شكوكك ديت وتلاقي الناس تقبلوا كلامك حلو وشكروكي وحبوا كلامك كده هوت وخدوه بقلب وروح صافيين كده هوت. رحت واقفة على المحطة، وقفت وحواليا كام بنت كده مسلمة، ومعايا صاحبتي المسيحية دي اللي رايحة جاية معاها على طول. قلت لها بقول لك ايه، انا هسمعك دلوقتي ايات رهيبة من الكتاب المقدس، هقراها عليكي، ايات جميلة جدا. قالت لي ماشي اوكي. رحت فتحت الكتاب وقريت مسكت نشيد الانشاد وقريت بحيث ان انا اسمع البنات اللي حواليا دول. انا معايا هوت الكلام اللي انا قريته عليهم الكتاب، وبدأت اقرا. انا هسمعكم الكلام اللي انا قريته، اوكي؟ هسمعكم الكلام اللي انا قريته. بدأت وقلت: ما اجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، دوائر فخذيك مثل الحلي، صنعت يدي صناع، سرة الكأس مدورة لا يعوزها شراب ممزوج، بطحك صبرة حنطة مسيجة بالسوسن، ثدييك خشفتي توأمي ظبية، عنقك كبرج من عج، عيناك كالبرك في حشبون عند باب بث ربيم، أنفك كبرج لبنان الناظر تجاه دمشق، رأسك عليك مثل الكرمل، وشعر رأسك كأرجوان، ملك قد أسر بالخصل، ما أجملك وما أحلاك أيتها الحبيبة باللذات، قامتك هذه شبيهة بالنخلة وثدياك بالعناقيد. قلت إني أصعد إلى النخلة وأمسك بوزوقها، وتكون ثدياك كعناقيد القرن، ورائحة أنفك كالتفاح، حنكك كأجود الخمر، أنا لحبيبي وإلي اشتياقه، تعالى يا حبيبي لنخرج إلى الحق ولنبت في القرى، لنبكرن إلى القرون، لننظر هل أظهر الكرم، هل تفتح الفعل، هل نور الرمان، هنالك أعطيك حبي. كملت كده هوت شوية آيات، وافتكر برضو جزئية هنا هوت ان الكتاب اللي معايا بيجي عند الحتة بتاعت وحنكك كأجود الخمر ويسكت، لكن قريت على النت في ترجمة الفان دايك بيقول وحنكك كأجود الخمر ويكمل لحبيبي السائغة المرقرقة السائحة على شفاه النائمين. دي في ترجمة الفان دايك، دي مش موجودة في الحتة اللي معايا، الكتاب اللي معايا. ما علينا. وكملت قراية وقريت في سفر حزقيال اصحاح 23 عن أهولة وأهوليبة، وقريت وكملت. وأكثرت زناها بذكرها أيام صباها. طبعا ده كتابي المقدس اللي أنا بأمن بيه، ده كتابي. زمان المسلمين طبعا مش عاجبهم الكلام، أنا عارفة، بس ده الكتاب المفروض إن أنا بتعبد بيه، الكتاب اللي أنا اللي هو بقول عليه كلام ربنا، وقريته على الناس. غلطت في حاجة وكملت. وأكثرت زناها بذكرها أيام صباها التي فيها زنت بأرض مصر، وعشقت معشوقيهم الذين لحمهم كلحم الحمير ومنيهم كمني الخيل، وافتقدت رذيلة صباكي بزغزغة المصريين. عارفين انتوا الباقي. انا مش مكسوفة برضو اقول الكلام، انا مش مكسوفة، انا ممكن اقوله عادي، بس يعني مش يعني ممكن محدش يقطع عليا المايك وانا بقول الكلام. هكمل. وافتقدت رذيلة صباكي بزغزغة المصريين ترائبك لأجل ثدي صباكي. لأجل ذلك يا أهوليبة هكذا قال السيد الرب، ها أنا ذا أهيج عليك عشاقك الذين دفتهم نفسك، وآتي بهم عليك من كل جهة. وكملت وقريت برضو. قلت فيعاملونك بالبغضاء ويأخذون كل تعبك. أنا عمال أقرأ، أنا شايفة تعبيرات الناس حواليا وعمال أقرأ مش همني وساكتة. قلت يمكن حد يطلع دلوقتي يقول لي الكلام ده كلام ربنا، قلت يمكن حد دلوقتي يطلع يقول لي الكلام دوت، ده الكلام ده جميل، ده كلام ربنا دوت، أنا عايزة أؤمن بالكلام ده. وكملت.
فيعاملونك بالبغضاء ويأخذون كل تعبك ويتركونك عريانة وعارية فتنكشف عورة زيناك ورذيلتك وزيناك. أفعل بك هذا لأنك زنيت وراء الأمم، لأنك تنجست بأصنامهم. دخلت على سفر الأمثال إصحاح 7 وقريت: عطرت فراشي بمر وعود وقرفة، هلم نرتوي ودا إلى الصباح نتلذذ بالحب، لأن الرجل ليس في البيت، ذهب في طريق بعيدة، أخذ زورة الفضة بيده، يوم الهلال يأتي إلى بيته، أغوته بكثرة فنونها، بملس شفتيها طوحته، بملس شفتيها طوحته. طبعا أنا عارفة التفسير بتاع الكلام، ومش مستنية حد يقول لي التفسير بتاع الكلام ده إيه، ولا الرموز دي بترمز لإيه. عارفة ثدياكي معناها إيه، وعارفة فخذيكي معناها إيه وبترمز لإيه، وعارفة الزنا يعني طريق البعد عن طريق الرب، وعارفة معناه إيه، والكلام دوت أنا قريته 100 مرة وقريته قراية. أنا ما بتكلمش خالص على التفسير، ولا اعتراضي على التفسير، ولا على أي حاجة. أنا اعتراضي هنا إزاي الرب يقول كلام تشمئز منه القلوب، واشوف تعبيرات الناس اللي أنا شفتها دي إزاي. أنا عمالة أقرأ وأقرأ ولاقي لكم البنات اللي واقفين حواليا قاعدين كده عمالين يضحكوا ويحطوا ايدهم على بقهم كده ومكسوفين كأنهم شافوا منظر قبيح، منظر زبالة يعني. أنا المفروض بقرأ كلام ربنا، أهو كلام ربنا، كلامك ربنا اتقابل بهم بقى من دولت مش مشكلة خالص، البنات دولت مش مشكلة خالص، دي بسيطة. اللي هتشوفوه بقى دوت هو الأنيل. المفاجأة اللي أنا يعني ما كنتش متوقعاها خالص، لقيت شاب جاي من ورايا وبيكلمني، جاي كده بيوطي على ودني كده. تخيلوا بيقول لي ايه، تخيل يسوع كده بيقول لي ايه لما سمع كلامك، لما سمع كلام المفروض ان هو يبقى كلام ربنا. اسفة على الجملة اللي هقولها، بس انا لازم اعيشكم اللحظة اللي انا عشتها عشان تحسوا بيا، علشان حد مسيحي يحس باللي جرالي، ويحس باللي جرالي بسبب الكلام ان انا مؤمنة ان هو كلام ربنا وقريته على الناس. تخيلوا يقول لي ايه، قال لي ايه يا موزة، هي طلبت معاكي هنا ولا ايه؟ شوفي عارفة كلامك. قال لي ايه يا موزة، هي طلبت معاكي هنا ولا ايه؟ دي نتيجة كلامك، دي نتيجة كلامك. ليه اسمع الكلام دوت وانا بقرا كلامك؟ ليه اسمع الكلام؟ ليه اسمع تعليق من واحد يكلمني بطريقه كاني واحده ساقطه من بنات الشوارع، من بنات الليل كده، ويقول لي كلمه زباله زي دي؟ ده جزيت ان انا بقرا كلامك على الناس. لو انا عايزه ابشر بالمسيح وقريت الكلام دوت، ده جزيت ان انا اسمع كلمه زي دي. رحت بصله كده، رحت بصله وقايله له ده كتاب انا بقرا منه، كتاب عجبك الكتاب دوت؟ راح قايل لي 100 100، ورفع لي ايدين الاثنين كده وقال لي 100 100، وتيجي نذاكر سوا. قلت له خلاص خده ما دام عجبك. اديته له ومشيت، سبت الدنيا كلها وسبت صاحبتي وسبت المحطه وسبت الناس كلها ومشيت لوحدي لحد البيت وانا مفلوقه من العياط، 7 محطات كاملين. وانا عماله بكلم نفسي بقول لي ليه اللي حصل لي دوت؟ ليه اسمع الكلام دوت وانا بقرا كلام ربنا؟ ليه بقيت هتجنن. طب هي البنت المسلمه اللي قرت كتابها سمعت كلمه زي دي، هل في ولد جالها من وراها كده هوت وقال لها الكلمه اللي انا سمعتها؟ هل كتابها كسفها زي ما كسفني؟ لا ما حصلش. فكل اللي واقفين كانوا معجبين بيها، ده انا نفسي اعجبت بيها بشجاعتها وبجرأتها. يقولوا لي ده تفسير له معاني. طيب اوكي له معاني. طب الولد دوت انا لو جبته بعد ما قال لي الكلمتين دول وقلت له استنى لما اشرح لك الكلام دوت واشرح لك معانيه، هيسمعني؟ بعد ما قال لي الكلام دوت هيقف ويسمعني وهو عمال يبص لي بصات قذرة وسفلة؟
هيقف يسمعني؟ هو انا لسه هقف اكمل معاه واشرح له كلام ربنا؟ انا لسه يا رب هقف اكلمه في كلامك بعد اللي قاله لي؟ بيقول لي تعالي نذاكروا سوا، اقعد اشرح له انا واقول له صدقني يعني ايه وفخزيكي يعني ايه؟ انت يا رب ما كنتش عارف ان ده هيجرى لي. وحتى انا لو شرحت له الكلام، حتى لو حاولت ان انا افهمه، عمره ما هيفهم، وعمر الكلام ما هيخش في قلبه، يستحيل.